هل كل المشروعات اللي في الحي المالي والحكومي كلها تتقدم بمستوى واحد من الجودة والخدمات وليها مستقبل في التشغيل أو هيكون عليها طلب في إعادة البيع؟ بالتأكيد لا. أنا بشتغل من 2019 داخل العاصمة، وبشتغل على عدد محدود جدا من المطورين والشركات، بالذات الشركات والمشروعات اللي موجودة على المحور المركزي أو في الميدان اللي أنا واقف فيه دلوقتي، أو على محور الرئاسة اللي عليه القصر الجمهوري. دايما بنحاول نقدم للعميل الشركات المحترمة اللي بتبني، اللي بتقدم منتج عقاري محترم في تفاصيل مشروعاتها. الميدان اللي أنا واقف فيه ده أهم ميدان في مصر بدون مبالغة. عليه البنك المركزي، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري، مقر الرئيسي للبورصة المصرية، فبالتالي بقى أهم ميدان في مصر وملوش شبيه، بمقدم 500,000 جنيه، ونقدر نقسط الباقي على 6 سنين، ويبقى عندك مكتب لأولادك بأسعار افتتاحية من أول 100,000 جنيه، وده عرض قوي جدا، والباقي على 6 سنين. فأنا شايف إن دي فرصة مش هتتكرر في وقت قصير. العاصمة الإدارية والحي المالي والحكومي دخل الآن في نطاق التشغيل، وسعر متر البيع فيه وصل لحد 160,000. فلما ينزل مطورين معروفين في السوق المصري بأسعار افتتاحية، فأغلى قطع أراضي بتنطرح في الحي المالي هم اللي خدوها، والعميل يبتدي إنه يقدر إنه يشتري بسعر متر من أول 100,000، فده سعر كويس جدا وسعر منافس جدا جدا، بيدي فرصة العميل إنه يكسب في إعادة البيع من خلال 1.5 لسنتين. بالنسبة للتشغيل، أعتقد إن أغلى سعر متر للإيجار في الإداري داخل الحي المالي والحكومي كله هيكون موجود في الميدان اللي أنا واقف فيه ده. فالمتوقع إن سعر متر الإداري مبدئياً مش أقل من 700 جنيه للمتر. سيب رقم تليفونك، أكبر فريق مبيعات موجود في السوق المصري داخل العاصمة هيشرح لحضرتك وهنوضح لك بمقارنة حيادية ما بين كل المطورين داخل العاصمة، ونكون دايماً عند حسن ظنكم، وشكراً جداً لكم.